مش كل مريض عنده دوخه محتاج دكتور مخ واعصاب، ومش كل دوخه بسيطه وسهله. انا حسام الدين مصطفى، استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري بكليه الطب القصر العيني. من اكتر الاعراض اللي بيحصل فيها خلط ولخبطه كبيره كلمه دوخه، لان المرضى بيستخدموا نفس الكلمه لوصف مشاكل مختلفه تماما. اول حاجه لازم افهمها من المريض يقصد ايه بالدوخه بالظبط. حاسس ان الدنيا بتلف، ولا عدم اتزان، ولا احساس قريب من انه هيغمى عليه، ولا مجرد تقل فقط في الراس؟ لان كل وصف هياخدنا لتشخيص مختلف. دوخه المخ او الجهاز العصبي المركزي غالبا بيصاحبها علامات مقلقه زي ازدواجيه الرؤيه، اضطرابات في الكلام، ضعف او تنميل، عدم اتزان واضح في الجسم، واعراض مستمره ولا تتغير مع وضعيه الرقبه. اما دوخه الرقبه بتكون مختلف، بترتبط بشده بحركه الرقبه، وغالبا بيكون معاها الم او تيبس في الرقبه. وساعات المريض بيشعر بعدم اتزان اكتر من شعور الدوار الحقيقي، وبتظهر كتير مع مشاكل العضلات او خشونه الفقرات العنقيه. لكن هنا في نقطه مهمه جدا، تشخيص دوخه الرقبه مش تشخيص سهل او سريع، لاننا اول حاجه لازم نستبعد اسباب الخطر، مشاكل المخ، الاذن الداخليه، واضطرابات الدوره الدمويه. وفي خبرتي اخطر حاجه انك تتعامل مع اي دوخه على انها مجرد فقرات رقبه من غير فحص كلينيكي وعصبي حقيقي. الدوخه مش مجرد تشخيص، الدوخه عرض، والمهم دايما ايه السبب الحقيقي اللي وراه. لو عندكم اي اسئله او استفسارات تقدروا تبعتوا لنا رسائل او تشرفونا بزياره العياده.